اهلا بيكم. خطوات مهمه هتخليك تضمن نجاح حملاتك الاعلانيه. صحيح الاستهداف المظبوط واعداد المحتوى والتصميمات من اساسيات اي حمله اعلانيه، بس لوحدهم مش كفايه. وعشان تحقق افضل نتيجه وتضمن نجاح حملاتك هقول لك على كام نقطه تاخد بالك منهم. قبل كل حاجه لازم تعرف يا صديقي العزيز ان خطه الاعلانات هي خطوه مهمه، ولكن بيسبقها خطوات كتير جدا في خطتك التسويقيه، من بحوث التسويق وتحليل وضع العميل الحالي وتحليل المنافسين ودراسه المنتج او الخدمه كويس، وتحديد السوق المستهدف ونوعيه العملاء والشخصيه الاعتباريه للعملاء، وتحديد استراتيجيه وخطه المحتوى وانواع المحتوى اللي هتتقدم، وانك تكون متاكد من وجود كل الماركتنج اسيتس او ادواتك التسويقيه وانها جاهزه بالشكل اللي يخدم خطتك واهدافك. والنقطة المهمة جدا جدا إن أي نشاط تجاري لازم يكون عارف إن ده بيزنس محتاج خطة واضحة ووقت وميزانية، وموضوع الميزانية دوت حاجة مهمة جدا جدا لازم يخلي باله منها. وبعدها بيجي البيد كامبينز كنقطة وخطوة مهمة من الخطوات المكملة لباقي الخطوات. يعني لو عملت كل الإجراءات التسويقية بس ما عملتش إعلان كويس مش هينفع، ولو عملت إعلان من غير كل الخطوات التسويقية برضه مش هينفع. هي يا صديقي العزيز مجموعة من الإجراءات التسويقية بتعملها علشان توصل للنتيجة اللي أنت عاوزها. كمان فكرة إما نقوم نعمل إعلان على صفحة فيسبوك لسه معمولة من يومين، ونعمل صورتين على برنامج الرسام، أو تخلي كريم ابن أختك يعمل لك تصميم على كانفا، مع احترامي ليه طبعا كأداة يقدر يستخدمها حد متخصص، وبعدين تحط ميزانية 100 جنيه في اليوم وتقعد منتظر اتصالات ومبيعات ورسائل بالآلاف، فللأسف يا صديقي أنت بتكتب خطة فشلك بإيدك من قبل حتى ما بتبدأ. اشتغل تسويق يا صديقي مش إعلانات. نرجع بقى لخطوة مهمة، وهي إزاي تضمن نجاح حملاتك الإعلانية. رقم واحد هو اختيار المنصة المناسبة لعرض الإعلان، المنصة اللي هتلاقي عليها جمهورك الحقيقي، مش أي منصة تانية أو حاجة أنت ممكن تكون بتحبها أو تفضلها بشكل شخصي. تاني حاجة هي التكرار. خليك دايما قدام عملائك واعرض الإعلان أكتر من مرة وأكتر من شكل، يعني مرة ديزاين، مرة ستوري، مرة ريلز، أو مرة بالإيميل، أو مرة فيديوز، وهكذا. بس وانت بتغير شكل الاعلان لازم تحافظ على توحيد الرساله الاعلانيه في كل الاشكال، بحيث يبقى الكونسبت واحد والكول تو اكشن واحد وثابت في كل مره، ودي كانت النقطه الثالثه. اما النقطه الاخيره هي اختيار الوقت المناسب لعرض الاعلان بتاعك، مش الوقت برضو اللي انت بتحبه او الوقت اللي انت ممكن تكون فاضي فيه. الوقت هو اللي هيضمن لك ان عملائك هيشوفوا الاعلان فيه وهيتاثروا بيه وهيقدروا ان هم يشتروا. ودي كانت اهم الخطوات اللي ممكن تضمن بيها نجاح حملاتك الاعلانيه. لو مهتم تعرف اكتر عن الديجيتال ماركتنج والميديا باينج تابعني في الفيديوز اللي جايه. دمتم بسعاده.